Il n'y a jamais eu d'unité, ni à plus forte raison de souveraineté algérienne. Alors que le Sahara n'a jamais été algérien, puisque l'Algérie n'a jamais existé. L'Algérie n'existe pas, c'est une invention de la France, ma chère Léa. Il n'y avait personne en Algérie quand on y a été en 1830. L'Algérie n'existait pas. جوريديكمون قاعد نقول لك بالمنظومه الاداريه المدنيه ولا العسكريه تخرج راسها راس. السلام عليكم، انا محمد دمير وهذه حلقه من حلقات التاريخ الجزائري المجيد. وجوابنا على هؤلاء نقدر نبدوه بجزئيه دقيقه واللي هي اصل النظام الجمهوري في الجزائر، وهي عباره تاريخيه واضحه جدا: ان الدوله الجزائريه تحكم بنظام جمهوري. ولا هذه بالك اوضح؟ هذا كتاب تاريخ ألماني يوصف كل دول العالم وأنظمتها وحدودها، مطبوع في 1721، خصص فصل كامل للتعريف بالدولة الجزائرية، والفصل هذا عنوانه الجمهورية الجزائرية الحرة أو المستقلة، فخاين معناها فري، ويحكي على جذورها التاريخية حتى الوقت نوميديا. هذا القاموس التاريخي للدولة العثمانية وما يتبعها، معناها هنا راح نلقوا الجواب: مقاطعات تابعة للدولة العثمانية يعني. هذا مطبوع في 1786، ونقرأ في المقدمة تاعو بالحرف الواحد: الجزائر وطرابلس وتونس كلها جمهوريات مستقلة على الإمبراطورية العثمانية، لما عندها عليهم حتى سيادة أو سلطة ما عدا الولاء والاحترام. لأنه الديوان الجزائري ولا ما يسمى اليوم بالبرلمان ولا مجلس شيوخ، نقرأ عليه في كتب التاريخ أنه صلاحياته كانت مناقشة كل تصرفات الداي، حتى أن الداي لم يكن يستطيع اتخاذ أي قرار دون الحصول على موافقة هذا الديوان. يعني رانا نتحدث على دولة دي جات عرفت عند المؤرخين الأوروبيين بأنها جمهورية. واقروا معايا: ولقد كان هذا الديوان الجزائري مستقلا عن الباب العالي، يعني سيد في قراره. وإذا كان حبيتوا نديروا نظرة سريعة على بعض المعاهدات الدولية اللي وقعتهم الجزائر كجمهورية مستقلة، نبدو من عام 1662. هذه معاهدة سلام ما بين الجزائر وشارلز الثاني ملك بريطانيا، وتحمل تاريخ 23 أفريل 1662. والبند الأول يقول: من اليوم وصاعدا وإلى الأبد سيكون السلام بين ملك بريطانيا، هذا من جهة، وباشا وديوان حكام الجزائر من جهة ثانية. وهذه معاهدة أخرى في 1682 وتجددت في العام 1700 مع ملك بريطانيا أيضا. وهذه رسالة فرنسوية تحكي على معاهدة السلام ما بين الجمهورية الجزائرية والسويد، اللي وقعها نائب الأميرال السويدي اللي جاء بصفته سفير مفوض في العام 1729. وهذه أيضا كما شفناها سمت الجزائر باسم الجمهورية الجزائرية. وكان معاهدة أخرى مع السويد ترجع للعام 1751. لقد تم إبرام معاهدة لسلامة السفن السويدية مع الجمهورية الجزائرية، تدفع السويد بموجبها أسلحة وذخيرة للداي. وعندنا أيضا معاهدة سلم مع الأمريكان بتاريخ 26 ديسمبر 1815. وهذه جريدة الأخبار ولا الأحداث الدولية والإقليمية في إسبانيا في أوت 1689 نلقوا فيها: لقد أرسل الفرنسيين سفيرا نبيلا يليق بمكانة الجمهورية الجزائرية. وهذا نفسه السفير تاع 1689 نلقوا أيضا قصته هنا موثقة بأنه جاء للصلح مع الجمهورية الجزائرية. وهذه الاتفاقية الموقعة ما بين هولندا والجمهورية الجزائرية في أوت 1730. وهذه العبارة الجمهورية الجزائرية كالشمس في وضح النهار، يعني رانا في معاهدة دولية. ومع هولندا أيضا قبل هذه المعاهدة ب100 سنة كانت اتفاقية أخرى تحمل عنوان معاهدة سلم ما بين هولندا والجمهورية الجزائرية في 30 جانفي 1626. زيد خصنا الألمان، هاي معاهدة سلام المبرمة ما بين الجمهورية الجزائرية وهامبورغ في تاريخ 22 فيفري 1751. تم الاتفاق ما بين الداي محمد باشا، الديوان وأعضاء الحكومة الآخرين بالجمهورية الجزائرية ومدينة هامبورغ اللي هي ألمانيا على معاهدة سلام وصداقة دائمة. وهو التاريخ الهجري 26 ربيع الأول عام 1164 للهجرة. وإذا حبينا نشوفوا أيضا المبعوثين الجزائريين للخارج في هذه الفترة، اخترت لكم هذا المثال، وهي وثيقة نادرة في الحقيقة ترجع للعام 1684، وهي الكلمة اللي ألقاها السفير الجزائري الحاج جعفر آغا أمام الملك الفرنساوي لويس الرابع عشر. الكلمة هذه اللي ألقاها كانت بتاريخ 4 جويلية 1684. واللي يهمنا من هذه الوثيقة هي قول السفير اللي هو الحاج جعفر: جئت لأعبر عن سعادة جمهوريتنا وعن سعادة سيدي الداي لاستعادة السلم بين البلدين.
بكل استقلالية يعني. ونقدر نزيد نشوفوا مبعوث آخر لملك بريطانيا في العام 1713 اللي ألقى كلمة في الإنجليز قال فيها إن حسن تعاملكم مع الجمهورية الجزائرية دفعت الداعي المعظم والسادة أعضاء ديوانه أن يأمروني بالحضور لأجل استمرار السلام بين البلدين. هاو كلام السفراء المبعوثين لأوروبا أيضا وثقنا أقدمية النظام الجمهوري في الجزائر، بل كاين حتى ليوضح طبيعة العلاقات الجزائرية العثمانية في هذه الفترة على أنها لا تتعدى الولاء والصداقة. وهاي عندنا شهادة تاريخية نقرأها مع بعض من عادة السلاطين الأتراك أنه اللي يطلع للحكم يرسل هدايا للجمهورية الجزائرية على شكل معدات حربية. اسمع مليح، لأن البلاط التركي يجد نفسه مضطر دائما للقيام بذلك لإبقاء الجمهورية الجزائرية دولة صديقة يجب حمايتها. يعني في جملة واحدة تلقى البلاط التركي وتلقى الجمهورية الجزائرية وتلقى طبيعة العلاقة اللي هي الصداقة التي يجب حمايتها. ولا نستذكر أيضا 48 صندوق من الذهب اللي دفعهم اسماعيل العلوي سلطان مراكش عام 1682. لما دفعهم للجمهورية الجزائرية. خلوها لي بحث آخر. ونختم بشهادة تاريخية أهم، وهي أنه في حرب الجزائر ضد بريطانيا استولى الإنجليز على 26 سفينة جزائرية، إلا أنه الجيش الجزائري استولى على 350 سفينة من الإنجليز. ولم تكن الجمهورية الجزائرية لتنهي الحرب مع بريطانيا لولا إعلان فرنسا الحرب أيضا على الجزائر في نفس الوقت. ويقول لقد اشترى الإنجليز السلام بمبلغ كبير من المال وكميات من الذخائر الحربية اللي كانت الجمهورية بحاجة لها في هذاك الوقت، ولقد كان السلام مع الجزائر مهما جدا لتجارة بريطانيا. نسطروا على عبارة لم تكن الجمهورية الجزائرية لتنهي الحرب مع بريطانيا لولا دخول فرنسا على الخط. وبالعودة للفرنسيس اللي بدينا بهم الحلقة، هاي مصادر التاريخ تثبت الديوان وتثبت الاستقلالية وتثبت النظام الجمهوري في الجزائر لما قبل اعتماده في فرنسا بحوالي 200 سنة، وهذا كله استنادا لمصادر التاريخ المنشورة في تلك الفترة العثمانية. ونتمنى يكون في هذا البحث إضافة لمعلوماتكم التاريخية.